بسم الله الرحمن الرحيم. إن بعض الناس ممن انحرفوا عن الشريعة المطهرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل على العكس من ذلك، فإنهم يسيئون الظن بالمسلمين الذين يذكرون الله في حلق الذكر، والذين يحتفلون بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويهاجمون أهل الاحتفال بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، وينسبون لهم أشياء كذب وافتراء على الله لم يقلها قائل من الصوفية، لا من الشيخ محي الدين ولا من غيره، من هذه التهم التي يتهمون بها لأجل تنفير الناس من هؤلاء الأولياء. فأقول: قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قالها عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فكيف بمن يكذب على الله وعلى الناس لأغراضه؟ هذا وقبل أن نذكر أقوالهم فيما اتهموا به المسلمين من سوء الظن، أرى أن أتعرض لمسألة وحدة الوجود التي كثر لغطهم بها، وماذا ينبغي أن يحمل عليه قول من يقول بها من أهل الإسلام، يعني بوحدة الوجود. فوحدة الوجود على حسب ما يراد بها وباعتبار من صدرت عنه من مسلم أو زنديق تحتمل معنيين: أحدهما أن الله هو نفس الكائنات، وأن الكائنات هي الله، وهذا الاعتقاد كفر بلا ريب، وهذا الاعتقاد كفر بلا خلاف عند جميع المسلمين، وهو مذهب بعض الزنادقة مستترين بدعوى التصوف، وقل من يعرفهم، وربما دسوه في بعض كتب الصوفية، لأن هذا القول لا يقوله مسلم. الثاني أن وجود الله، يعني الذي يقول به المسلم بوحدة الوجود، أن وجود الله هو الوجود القديم لا ثاني له، وأما وجود الكائنات فبإيجاد الله لها، فبالنسبة لوجود الله فكأنه لا وجود، فبالنسبة لوجود الله فكأنه لا وجود للمخلوقات، هو محدث، وكل محدث يجوز عليه العدم والفناء، فلا يبقى إلا ما أبقاه الله عز وجل من هذا الوجود، فلا وجود ذاتي إلا وجود الله سبحانه وتعالى، فلا وجود ذاتي واجب الوجود إلا وجود الله سبحانه وتعالى. فمن يقول بوحدة الوجود بهذا المعنى فهو المؤمن الكامل، فلا يتوجه إليه إنكار، لأنه جاء طبق حديث كان الله ولا شيء معه، طبق حديث كان الله ولا شيء معه، وإليه يشير قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
حتى مشيئة العباد بإرادة منه، حيث قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فشمول الوجود بقدرة خالق واحد لا شريك له يكفي للدلالة على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، حيث يشعر ذلك لا حركة ولا سكون إلا بعلمه وقدرته وإرادته. هذا ما نلقى الله عليه من الاعتقاد، فهذا ما نعني به من وحدة الوجود، يعني وحدة وجود الواجب الحق، وما سواه وجوده بإيجاد الله، لا هو قائم بنفسه، وليس هو محل لوجود الله. فالحلول والاتحاد يتشكلان من شيئين موجودين مستقلين بالوجود، حل أحدهما في الآخر أو اتحدا، وهذا مستحيل، لأن وجود الخلق ليس وجودا مستقلا، إنما وجود الخلق بالله عز وجل لا بأنفسهم، فلذلك انتفى الحلول. يقول الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه: إياك تشهد غيره ودع العنا، لا أنت في هذا الوجود ولا أنا. إن الوجود هو الحقيقي الذي نبدو به، وبه نعود إلى الفناء، وإذا به عدنا نعود كلم نكن، وإذا بدونا فهو بادا دوننا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الوجود هو الحقيقي الذي نبدو به، وبه نعود إلى الفناء، وإذا به عدنا نعود كلم نكن، وإذا بدونا فهو باد دوننا. يا ابن الحوادث لا تظن فلا تكن أنت القديم، وإن بدا بك واعتنى. إن سمعت ولست أسمع عاقلا أبدا يظن الحق يسكن ممكنا. إن الحلول من الجهول توهم، في قول أهل الله يجعل ديدنا. فالحق سبحانه وتعالى منزه عن الحلول والاتحاد، لأن يقول صاحب الحكم: يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم.